رايح مننا 50 مليون سنة ضوئية، 180 مجرة، أو التلسكوب اللي جددوه ولا طوروه ولا جاب جل جلاله. فسيدنا الشيخ الغزالي بيقول إيه؟ سبحان من أحاط بهذا وبمن فوقها ولم يشغله لذلك عن الإحاطة بالبعوضة والبرغوث. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما فوقها في الدناءة وما فوقها في الضعف، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عشان اللي يجي يقول لك الإنسان هو الله، تعرف أنه هو أحقر من أنك تدنس به نعلك، لأنه من أغبى خلق الله، اللي ذهنه وفكره يعي هذا أو لا يعي هذه المقارنة العجيبة الجميلة، لا يصح أبدا أن يكون من البشر وينسب إلى البشر، لأن ما عدا البشر كله يسبح بحمده إلا الملاعين دول، الملاحدة واللي بيسموا نفسهم فلاسفة ماديين وصبيانهم. فبيقول إيه بقى يا سيدي؟ قلنا إيه يا ابني؟ فالاستعاذة وسيلة المتقربين واعتصام الخائفين وعتب المجرمين اللي أجرموا في حق أنفسهم، في حق ربهم، في حق وقتهم، وفي حق دينهم، وفي حق كل ذي حق عليهم. ورجع الهالكين بعد ما أوغل في المعاصي، سمع كلمة من خطيب أو سمع كلمة من عابر أو قرأ كلمة في بيان فراجع نفسه. فالاستعاذة رجع الهالكين، وبعدين ومباسطة المحبين، اللي رايح يقعد مع ربنا جل جلاله يقول له طهرني من علائق الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، اللي هيفتح المصحف ويقعد مع ربنا في حاجة أن يعصمه الله رب العالمين من جولان هذا الشيطان الرجيم. في الآخر بقى بيقول وهي امتثال رب العالمين في سورة النحل. وسورة النحل دي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إلى آخره. يبقى عرفنا بقى لماذا كان الأمر بالتعوذ مش بعد القراءة، عند إرادة القراءة. لماذا كانت الاستعاذة واجبة؟ يبقى حكم الاستعاذة قبل القراءة ايه؟ ما هي السنة بس، ما هيش مندوبة، ما هيش مستحبة، لأن قال لك فإذا قرأت فاستعذ. يبقى إذا قرأت فاستعذ يعني فإذا أردت القراءة فادخل على الله بالاعتصام به من الشيطان وجنده وحزبه. وعليه هل كل مستعيذ مستجاب له؟ لا، ده لابد من حضور القلب. فكم من قارئ كما جاء في الخبر، كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، اللي قال بها يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني قاعدين بس للايه؟ مش عايز اقول اسماء بقى عشان ده ليلته السوداء ب100,000 يخرب بيت، هو لسه عيل ولسه ب150,000 والله بيقولوا 100 مع انه من ضمضيط. فلا حقيقة الاستعاذة لا يمكن تحقيقها بمجرد اللفظ، لابد من حضور القلب، لأنك تتصور الله الذي هو على كل شيء قدير والذي أحاط بكل شيء علما والذي ومع ذلك كله أقرب إليك من حبل الوريد. تتصور هذا المحبوب وتتصور هذا اللعين الذي
أخذ على نفسه عهد فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بس طلع ذكي، قال له إلا عبادك منهم المخلصين، ما قالوش إلا عبيدك، لأن الكل عبيد. طيب، يبقى في الاستعاذة لابد من حضور القلب بس، وموافقة القول بالحال. موافقة القول بالحال. بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، داخل أقرأ. بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، داخل تصلح بين اثنين. بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تريد أن تعين ذا الحاجة. يبقى إذا لابد من حضور القلب ومرافقة القول بالحال والفعل. طيب، فمعنى بقى أعوذ، هو بيقول أعوذ، ما قالش ربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ. المفروض بقى لو ما فيش، لما الناس دعوا بالسنة قال له فاستعذ، لما أقول لك فكبر تقوم تقول إيه؟ الله أكبر. ما أقول لك فاستعذ تقوم تقول إيه؟ استعذت. مش تقول أعوذ. بقول لك فاستعذ بالله، يا أخي استعذت بالله؟ لا، ده هنا بيقول لك فاستعذ، يعني اجعل الاستعاذة مطلبك. يبقى اما بتقول أعوذ انت بتخبر عن فعلك، بمعنى وانا داخل التجئ اليك. لما تقول أقول لو خدت بقى بظاهر العبارة فاستعذ، استعيذ بك، حاضر. بقول لك استحضر، تقول استحضرت دي. استعذ، استعذت، لا ما تحققش المطلوب. بيتحقق من ان انت تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل. لو انت اكتفيت بظاهر العبارة فاستعذ بالله، استعذت بالله، اقرأ بقى ينفع؟ استعذ بالله ينفع تقول استعذت بالله؟ يبقى عليك ان تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ديا سلوك اخلاقي ولا سلوك تكليفي؟ سلوك اخلاقي قبل ان يكون سلوكا تكليفيا. يبقى استعذ، يبقى اعوذ زي معنى كل. تقوم تقول لي ايه؟ كل، ولا تقول لي انا اكل؟ عارف الحكايه بتاع الشيخ؟ بيقول له كل يا سيدي، باكل يا اخي، كل، والاخر انت بتلهط، انت مش بتاكل، انا عايزك يبقى اما تقول اعوذ يعني انا اعوذ